خطيبي كرالي الحلوى ديالي وفرح لي كنفوت مزيان وكان هاشو الحال. سميرة كملوا معايا القصة حتى الأخير باش تعرفوا شنو اللي وقع لسميرة، ونبداو القصة ديالنا على بركة الله. اسمي سميرة وفي عمري 30 سنة، واليوم جيت نعاود لكم قصتي وحكايتي. المهم نبدا لكم قصتي. أنا سميرة كبرت وعشت في وسط عائلتي، وعائلتي ناس فقراء. بابا كان عساس ديال الباركي وصافي، راجل درويش عايش وداك الشي اللي قسم ليه الله. وماما كانت غير جالسة في الدار وصافي، ما كانتش كتخدم، حتى هي ما كانتش كتشوف مزيان، تقريبا كانت عامية، وحتى إلا شافت كتشوف غير شي خيال وصافي. وانا عندي جوج ديال خواتاتي، وانا هي البنت الكبيرة في الدار. المهم عشنا داك الشي اللي قسم لينا الله، والصراحة كنا مخصوصين بزاف ديال الحوايج بحكم الظروف ديال والديا، وعاد ما كملناش قرايتنا كيف الناس. المهم خوتي بجوج تزوجوا ومشاو يعيشوا حياتهم مع رجالهم، وبابا توفى وحنا كنا باقين صغار، وانا بقيت عايشه مع ماما. كنت كنخدم باش نقدر نصرف على راسي وعلى ماما، والحمد لله كنا عايشين مزيان. ولكن كنت كنتمنى غير فوقاش نتزوج ونولد ولادي بحال خوتي وبنات العائله، وحتى انا نجرب الحياه الزوجيه، وهذا كان حلم ديالي. المهم بقيت مده طويله عايشه مع ماما حتى جا النهار اللي غادي يجي يخطبني فيه واحد السيد. الصراحه هو شيفور تاكسي. كنت ركبت معاه واحد النهار وطلب مني النمره ديال التليفون ديالي وعطيتها. بقينا كنهضروا واحد المده قصيره، وجاب والدي وجا خطبني. وهاد السيد حتى هو حالو بحال حالنا، كان على قد الحال وصافي، وواخا الظروف ديالو كانت صعيبه ووافقت عليه وقبلت نتزوج به. وفعلا تخطبنا وبقينا مخطوبين تقريبا عام ونص. وما نكتبش عليكم في هاد المده وقع بيناتنا بزاف ديال الحوايج، وهاتو ما عارفين شنو اللي كنقصد. المهم كنت بعض المرات كنخرج معاه في طاكسي وكنمشيو لشي بلاصه كتكون خاويه ومظلمه، والصراحه كان كيعجبني الحال بزاف. الصراحه خلاني نولف على داكشي اللي كان كيعمل معايا، لدرجه طلبت منه يبقى يجي لعندي للدار. وفاش قلتالو قال لي وماماك؟ قلت له ماما مسكينه هاتي عارفه ما كتشوفش، وحتى الا شافت شي حاجه غادي يسحب ليها غير شي خيال وصافي. واتفقنا انا وياه على هاد الشي. وفعلا واحد النهار جا لعندي وماما كانت جالسه في الصالون، وانا دخلت نبيت النعاس ديالي بلا ما تحس به ماما. المهم خطيبي كرالي الحلوى ديالي وفرح لي كنفوت مزيان وكان هاشو الحال. والصراحه حتى انا كان عاجبني الحال معاه، وبقينا تقريبا على هاد الحال مده 6 شهور. وفوقاش ما كنقولو صافي خلينا نعملو العقد ونتزوجو انا وهي، كيقول لي انا ما عنديش الفلوس باش نتزوج، واذا كان عندك تينا الفلوس وقدرتي تعمل العفس صافي خلينا نتزوجو. وطبعا هو كان لي هاد الهضره حيت هو صافي حتى كاع داكشي اللي بغاه مني، اكيد ما غاديش يتزوج بيا. وانا هادشي للاسف ما فهمته حتى فات الفوت، حتى ضيعت حياتي. المهم بقيت كنحاول مكنعاوش نتزوجو انا وياه، ولكن والو، السيد كرهني وما بقيتش معمره العين، ولا كيتعرب مني وما بقاش كيجي لعندي. حتى اكتشفت بلي هو خطب بنت اخرى وغادي يتزوج بيها، وانا فاش صدت الخبر حسيت بشمتة كبيره. المهم خليته حتى النهار ديال العرس والناس عندهم مجموعين في القاعه، ومشيت عاودت كلشي لوالديه وللعروسه ديالهم وعائلته. المهم السيد شواتو مزيان حتى عائلته، والعروسه ديالو ما عجباش الحال وخليته يبان صغير قدام عائلته، ومشيت بحالي باش ما عمرو يبقى يضحك على ولاد الناس. وهذه هي قصتي، شاركت معكم للعبرة وشكرا.